مساء الخير. النهاردة هنعمل عيش المطاعم بدون فرن، بجد طريقته سهلة خالص. من نص كيلو دقيق عملنا كمية حلوة خالص من العيش. بجد أتمنى تجربيه وتشجعيني بلايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. بجد هيطلع كله منفوخ زي ما انت شايفة كده، بجد تحفة. تابعي الفيديو للآخر. اول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهضيف عليها نص معلقة خميرة بيرة. لو مش عندك الخميرة البيرة بتستخدمي الخميرة الفورية الجافة، وتاخدي برضو نص معلقة منها. وابدأ ادوب كده الخميرة وابدأ اركنها على جنب. هبدأ اجيب نص كيلو من الدقيق، هضيف عليهم نص معلقة ملح، وهوزع الملح كده في الدقيق بإيدي، وهبدأ أضيف كوباية المية بالخميرة، وابدأ كده ألم. وطبعا هحتاج مية كمان، هضيف شوية بشوية، ما اضيفش المية كلها، وابدأ أعجن. بصوا يعني ايه مكونات العيش بتاعنا سهلة خالص، هتقومي تعمليه دلوقتي. اهم حاجة يكون عندك الدقيق، والباقي مفيش اي حاجة تانية، يعني الدقيق والملح والمية والخميرة. وابدأ كده ايه اعجنها كويس، وتكون عجينة متماسكة كده. وهبدأ اغطيها واسيبها تختمر، بس هسرع من الاختمار، هغطي الفوطة. طبعا دلوقتي الجو صيف، فمش هتاخد معايا ساعة الا ربع. بصوا بعد ساعة الا ربع اختمرت ازاي، لان الجو حر دلوقتي. في الشتا طبعا هتاخد وقت اطول. ببدأ اجيب صينية وارش رشة دقيق كده، وهبدأ اهبط كده العجين، وهبدأ ايه اقطع كور كده. كل كورة من دول هتكون رغيف. ببدأ كده اقطع، احاول اخلي الكور كلها زي بعض علشان ايه العيش يبقى قد بعضه. وابدأ طبعا اللي اعمله غطيه بكيس بلاستيك. طبعا كل العجين هقطعه الكور بالشكل ده، احطها كده في الدقيق. كل الكمية هعملها بنفس النظام، وهرجع لكم. اغطيهم بس 5 دقايق، وعلى طول هبدأ اشتغل فيهم. بعد 5 دقايق جبت دقيق وجبت عود علشان هبدأ اعمل ايه ارغفة العيش. ببدأ كده اجيب اول واحدة عملتها ورشة دقيق، وابدأ ايه افردها كده لدايرة. بس كده خلاص، كده شكل الرغيف بتاعنا كده خلاص. ببدأ انفضه من الدقيق، لان الدقيق لما الرغيف بيستوي بيبقى باين كده في الرغيف، فبنفضه كويس من الدقيق. وبشيل كده الدقيق وابدأ اعمل عليه. بغطي طبعا بفوطة، كل رغيف اعمله هغطيه، وببدأ كده اكمل. ده العيش بتاعنا في منتهى السهولة، يعني اي واحدة متجوزة حديثا تعرف تعمله دلوقتي، تقوم تعمله. بتعمليه طبعا لشكل الرغيف، وهتبدأي تشيليه كده وتنفضي من الدقيق، وبرضه تحطيه تحت الفوطة كده يكون متغطي. كل الكمية عملتها بنفس النظام، وبدأت اغطيهم. طبعا في رغيفين كمان عملتهم في الصينية وبرضه غطيتهم. بصوا بقى 5 دقايق برضو، لان احنا قلت لكم هسوي اول واحد. بسخن الطاسة دلوقتي، اول ما الطاسة تسخن على طول اضيف الرغيف كده. طبعا زي ما قلت لك دلوقتي الجو صيف، فالعجين بيختمر معاكي بسرعة. اول ما يتشمع الرغيف هقلبه. بصوا يتشمع تقلبي، عشان هتشوفوا دلوقتي ازاي هتنتفخ بكل سهولة. بصوا بدوس كده علشان ايه يخش الهواء في كل الرغيف وينتفخ. بدوس بالراحة
انا كمان هسوي كمية اكتر من كده في الطاسة علشان ايه بسرعة تخلصي العيش بتاعك. بصوا انا الاول وريتكم رغيف الاول، وبعد كده ايه بس تابعي الفيديو للاخر بجد عشان هتطلعي عيش تحفة. النار متوسطة دلوقتي، بصوا كده هقلب على الوش التاني ياخد لون. خلاص كده الرغيف خلاص استوى، بس هديله لون من تحت. بجد العيش قابب وطالع تحفة. بصوا كده خلاص هو خد اللون الحلو، هبدأ بقى اشيله. خلاص كده استوى، هبدأ اشيله وهحط 3 أرغفة مع بعض في الطاسة علشان ايه تخلصي بسرعة. بصوا كده هحط 3 أرغفة مع بعض. الطاسة سخنة دلوقتي، اول ما بتشمع الرغيف ويعمل فقاعة كده بقلب. هقلب الاول، بصوا عمل شايفين الفقاقيع باينة اهي. هبدأ اقلب وهضيف برضو الرغيف التالت، هسوي 3 مع بعض. الرغيف يتشمع بتقلبي عشان ايه، بس انا بقولك الخطوات دي عشان تطلعي كل العيش قابب. طبعا اللي بيساعد كمان على العيش بيبقى قابب الخميرة برضو. بصوا كده بدوس بالراحة خالص على اللي هو الجزء اللي بيكون الفقاقيع الاولانية. بصوا كده، بصوا كده واخدين بالكم وانا بدوس بالهواء كله بيدخل في الرغيف وبيتنفخ ازاي، شايفة كده. هتشوفوهم دلوقتي هتوضح اكتر لما ايه. بصوا كده شايفين، واول ما اقلبه كده هتشوفوا قد ايه انتفخ ازاي. بصوا بصوا كده كل ال3 رغيف انتفخوا ازاي. بجد طريقة خالص سهلة، والتسوية ما خدتش معايا ربع ساعة. بجد نص كيلو مش هياخد معاكي ربع ساعة، بجد حاجة كده حلوة. وكل اللي يطلع بحطه في الصينية وايه اسيبه كده يتهوى. بصوا اللي يطلع بتحطيه في الصينية كده تفرديه، وبعد كده بتغطيه فوطة. بجد طالع تحفة طري خالص. عيش بجد حلو خالص، وكمية حلوة قوي من نص كيلو من الدقيق. اتمنى تجربيه، بعد ما تعمليه ترد عليا في التعليقات، بجد هيعجبك جدا. وكمان حلو قوي ان انت تعمليه المدارس، مرة تعملي لهم عيش فينو، مرة تعملي لهم العيش ده. كمان هسيبلك في صندوق الوصف طريقة العيش الفينو. بجد حلو قوي في المدارس، تحطي فيه اللي انت كده تفتحيه وتحطي اي حاجة عندك، جبنة بطاطس بانيه اي حاجة للمدرسة، بجد هيعجبهم قوي.